وانا اليوم لا والد لي ولا عم نالون بي ولا اخ لي بقى ارجوه ذو رحمي اخذ بيح وراح لي قد بيح وبي ضاق الفسيح واطفالي بغير حمي انا بقيت محيرة واصفج بلدي لا عباية يبرالي ولا حسين يزجروني من ابكي وتدمع العين وتبقى يا عبرتي بصدر تكسر فقال علي بن الحسين لعمته اسكتي يا عم حتى اكلمه ثم اقبل على ابن زياد فقال ابي القتل تهددني يا ابن زياد اما علمت ان القتل لنا عادة وكرامتنا الشهادة ثم امر ابن زياد بعلي بن الحسين فحمل الى داره الى جنب المسجد الاعظم فقالت زينب بنت علي لا تدخلن علينا عربية الا ام ولد او مملوك فانهن سبين كما سبينا